السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اهلا مرحبا بكم في قناه ثابت شعبان ودنيا. طبعا زي ما انتم شايفين كده الشقه متبهدله جامد جامد جامد، لان انا بلاقي في الشقه يا جماعه دود، ومحدش يقول لي عدم نظافه، لان انتوا عارفين ان انا بنظف والحمد لله، يعني النظافه دي نعمه. بلاقي فيها دود، والدود دوت احمر كده او برتقاني، مش عارفه الدود ده ايه. فشلت السجاجيد كلها ونفضتها وعملتها وعينتها حطيتها على سرير اوضه الاطفال. زي ما انتم شايفين كده شلت كل حاجه حطيتها على سرير اوضه الاطفال على ما بقى ايه اخلص وكده، لان انا همسح الشقه وهغسل وهعمل كل حاجه، لان الشقه مقلوبه خالص ومش عاجباني، وعندي كميه نمل ما تتوصفش. بجد بجد عندي كميه نمل رهيبه قوي. طبعا اوضه الاطفال زي ما انتم شفتوا، اوضه النوم بقى والاوضه التانية اللي هي فيها اللي انا حاطه فيها الحاجات اللي انا بستخدمها وكده، او اللي انا مش بستخدمها، الاوضه يعني اللي انا مش بحتاجها في حاجه، فعاينه فيها الحاجه بتاعتي. طبعا الوصاله متكركبه جدا، والمطبخ مقلوبه. انا شايله الحاجه من المطبخ خالص حطها على الرخامه من تحت، شايله الحاجه من المطبخ من تحت حطها على الرخامه، لان الكهرباء كانت فصلت وانا ما كنتش موجوده في البيت، فقعدت اكتر من اسبوع فاصله. جيت لقيت ربنا يكفينا ويكفيكم يا رب الشر، لقيت الدود ده مش قادره اقول لكم عامل ازاي في التلاجة والديب فريزر، بامانه يعني كان مبهدل لي الدنيا قوي. فطبعا غسلتهم، والمطبخ غسلته من فوق لتحت، وغسلت كل حاجه في المطبخ. وهنا بقى قلت ايه، همسح بقى الشقه. مش همسحها بقى، ده انا هكب فيها ميه كأن بصوا بنضح كده ميه كده. طبعا جبت هنا الجردل ومليته ميه، وحطيت فيه بريل، وحطيت فيه برستيل. والهنا الجردل التاني حطيت فيه ميه، وحطيت فيه ملح خشن. كذا حد قال لي اعملي بملح خشن وكده، فقلت اما اجرب، يعني انا ما بعتقدش بيه وكده، بس قلت اما اجرب، مش خسران عليا حاجه طالما هو عندي. هنا طبعا كنت بدوب الملح في الميه زي ما انتوا شايفين كده، وخدت المقشه وخدت المساحه وخدت ايد الجاروف عشان هغسل. انا مش هغسل بس الارضيه، لا ده انا هغسل كمان الشبابيك والبلكونات وكل حاجه. هنا طبعا كنت ببدا بكنس بقى في اوضه الاطفال كده، زي ما انتم شايفين انا بختصر معاكم كل حاجه. هكنس هنا اوضه الاطفال اهوت، وكنست الاوضه اللي هي التانية، وكنست اوضه النوم، وخلاص بقى خارجه بقى ايه على الصاله. هنا بقى كانت شنطه الملح على الارض، فانا كنت بشتلها. شوفوا زي ما انتم شايفين كده كل حاجه على الرخامه، يعني انا المطبخ ده غسلاه من فوق لتحت. هنا طبعا هبدا بقى بالانتريه قبل الصاله التانية وكده، هبدا اللي بالصاله الاولانيه يعني. هنا طبعا كده اشتري السجاده زي ما انتم شايفين، ما قدرتش ان انا ارفع الكنبه، ثابت هو اللي جه اشتراها، وانا اشتريت بقى السجاده ونفضتها وعينتها مع السجاجيد التانية. وهنا طبعا كنت انا بكنس الانتريه عشان لو في اي حاجه، لان زي ما انا بقول لكم النمله عندي مال الدنيا، والله النمل لغايه في الحمام، يعني شوفوا لدرجه ايه، مش عارفه في ايه كده. حد يقول لي ده ايه؟ والدود اللي هو الاحمر ده انا مانيش عارفه. هنا طبعا بقى كنت بعمل الكنب كده، وهخش بقى على الاتنين فوتيه. طبعا انا مسرعه لكم كل حاجه لان مش عايزه اطول عليكم وقت الفيديو، بس بصراحه والله كل حاجه كانت متعبه جدا، وكل حاجه كانت صعبه. انا اتهدي حيلي، بس الحمد لله يعني خير، لازم نعمل كده، لان انا كنت قرفانه من الشقه ومانوش طايقاها من ساعه ما شفت الدود ده. فقلت يمكن لما كب ميه وملح ما اشوف اخرتها ايه يعني. انا طبعا كنت بشتري الكنب وكده، وبزق الانتريه خالص عشان اكنس من تحته. وبلاقي يا جماعه سوس، شوفوا لدرجه ايه سوس كمان. الناس هتقول لي عدم نظافه، ابدا والله العظيم ابدا، يعني عدم نظافه ايه؟ ده انا عندي وسواس في النظافه بالذات يعني، وبخاف على حاجتي جدا وبنظف وبقرف. فمش عارفه بقى، ربنا يسترها، انا مش عارفه ده ايه بصراحه يعني. هنا طبعا كنست هنا ورا الكنبتين، وكنست هنا ورا الاتنين فوتيه اهوت. هبدأ بقى ان انا اخش ايه على الصالة بقى وكده. طبعا زي ما انتوا شايفين الصالة متكركبة، والترابيزتين والكولمن وكل حاجة، كل ده هتهز بقى بإذن الله. بكنس هنا تحت الفضية كده، بشتغل بقى الحاجة اللي انا مش محتاجاها، لان المفارش دي كلها اشتلتها هغسلها. بشد بقى الترابيزه عشان اكنس تحتها وكده. طبعا انا ما ينفعش اكب ميه على التراب والبهدله دي، لازما. طبعا الورق زي اللي انتوا شايفينه على الارض والحاجات دي، لان انا كنت بمسح قبلها الخشب وبلمعه،
زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت كانسه وكل حاجه، بس بعيد بقى دي البهدله بقى اللي طلعت وكلام من دوت. انا كنت بلمع الخشب وبلمع الازاز وكل ده، بس بصراحه ما صورتوش معاكم يعني. قلت ايه انا هعمل حاجه كده مع نفسي، وده عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو. فالورق بقى والمقاص الزباله والحاجات دي كانت بسبب كده بقى، ولميت كل حاجه. وطبعا الكراتين اللي انتوا شفتها ديت انا هبيعها مش هرميها. هبيعها جناها هبيعها. صابت طبعا بيقول لي لا مش هتبيعيها، ارميها واسكتي. قلت له لا خساره والله اللي انا بايعاها. لما لقى ان هي هيبقى فيها فلوس بقى وكده، ما يقول لا انا هبقى انزل انا ابيعها. قلت له لا طبعا انا اللي هبيعها. قعدنا نتناقش شويه على كده. هنا بقى كنت انا خلاص عملت القطين، الثلاث اوض. الاوضتين ايه، عملت الثلاث اوض بشبابيكهم بالبلكونه اللي هي في اوضه الاطفال. غسلتهم غسيل كده وبقيت اكب فيهم ميه ومسحتهم، بس عشان ما اطولش عليكم بقى. وجيت انا هنا على الصاله اهوت بعمل هنا عند الانتريه، بعمل الشباك كده وبغسله عشان طبعا لو عليه تراب او عفار اي حاجه من دي. وزي ما انا قلت لكم عشان قرفانه، فقلت بقى ايه حمله نظافه يعني، روتين عميق كده. في حاجات كتير والله كان نفسي ان انا اصورها معاكم، بس انا ما قلت وقت الفيديو كده فما رضيتش ان انا اصورها. هنا بقى بغسل الشباك اهوت. غسلته طبعا بالرابسو البرسيل والبريل وكل حاجه. هنا بقى المقشه موجوده معايا ليه، لان بكنس البلاط مش بكنسه بقى زي ما بغسله كده بالمقشه، بدل ما اوطي وادعك كده بالفرشه لا انا بعمله بالمقشه كده. ايوه زي ما انتم شايفين بقى بمسح بقى هنا الميه اللي بصابون وبكل حاجه. وهرجع بقى ان انا اكب ميه نظيفه اللي هي الميه بالملح. طبعا زي ما انا قلت لكم هنا بقى بكب الميه بالملح كده، الميه نضيفه بقى. وهشد انا الكنبه دي وهمسح تحتها كده. طبعا يا جماعه والله انا نفسي اوريكم منظر الدود وكده، بس انا خايفه يكون في ناس بتقرف وكده. اكيد يعني في ناس بتقرف والمنظر بشع ووحش، بس انا هسيب لكم صوره كده صغيره وهتشتغل بسرعه يعني، عشان لو حد بيقرف وكده ومحدش يتضايق، لان انا مش بحب ان انا اضايق حد او كده. بس هوريكم ايه حته كده من المنظر. بصراحه يا جماعه اي حد هيحاول يسيب بيته اسبوع او اكتر يتاكد من كارت الكهرباء عشان ما يرجعش يلاقي خسائر في بيته. انا لقيت كل حاجه في الديب فريزر وفي التلاجة بايظه، ربنا يعوض علينا والله العظيم. من فراخ لكرومبل لمانجا لكل حاجه، كل حاجه كانت متخزنه، لطماطم متخزنه، لكل حاجه جيت لقيتها يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، جيت لقيتها بايظه. وكفايه بس شكلها، كفايه تعب معدتي اصلا ونفسيتي لما شفت البتاع ده، وكفايه ان انا قعدت انضفهم يومين يعني. انا غسلتهم ونزلت منهم كل حاجه، بس قرفانه بقى قعدت اغسل فيهم يومين تاني يعني. هم نضفوا ورجعت تاني يوم غسلتهم تاني برضو عشان الريحه وكده. وحطيت لهم يا جماعه فحم وفانيليا وليمون عشان الريحه، بس الريحه مش راضيه تروح. لو حد عنده معلومه تانية تضيع الريحه من التلاجة والديب فريزر يا ريت يساعدني ويقول لي. طبعا كنت انا هنا خلاص خلصت البلكونه، غسلتها من جوه ومن بره وعملت الميه بالمساحه. بس انا مسرعه معاكم الفيديو ومسح حاجات كتير قوي، شايله حاجات كتير من الفيديو. هنا كنت بقى ايه ده اخر شباك بقى بعمله، اخر شباك في الصاله. زي ما انتم عارفين الصاله فيها شباكين، اللي هو واحد عند الانتريه وواحد عند الفضيه والبلكونه في النص. هبدا بقى ان انا اجيب المقشه واغسل بقى الارضيه وكده عشان لو اي حاجه لازقه ولا اي حاجه من دي، لان يمكن خير يعني من اللي انا بشوفه في الشقه ده. برضو يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، انا مش اول مره ان انا الاقي دود في شقتي. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت في شقه تانية قبل دي، الشقه التانية برضو كنت بلاقي فيها دود، اللي هو الدود الاحمر ده والله العظيم. ويعني وايديا في الشقه على طول، وبشتري السجاد ده وبهد في حيلي كده بيتهد، بشتري السجاد واكنس وامسح وكل حاجه، واجي ابص الاقي دود. فانا مش عارفه ده ايه. فاللي هيقول لي عدم نظافه، مش عدم نظافه ابدا والله، لان انا نظيفه يعني. واكيد الناس اللي متابعيني وعارفه روتيناتي، انا مش نظيفه بس في الروتين، لا انا في بيتي كده على طول، دي طبيعتي. هنا بقى كنت انا تعبت قوي، فثابت بقى حب ان هو يساعدني وكده، فقال لي سيبي انت الصاله دي بقى وانا هشد لك الميه وريحي ظهرك شويه. وانا هجيب بقى المقشه وهشد معاه الميه دي لانها كانت كتير بقى، وانا مش عايزاها تخش على الاوض بقى ولا كده. فدخلتها على الحمام اللي هو حمام الضيوف اللي هو في الصاله دوت،
عشان لسه طبعا عندي موال تاني، عندي حمامين، حمام الضيوف والحمام التاني طبعا غسلتهم بعد ما خلصت كل ده، بس ما صورتش معاكم. هنا بقى نشتغل الترابيزه عشان نمسح تحتها، لان زي ما قلت لكم احنا الميه بصابون شلناها وكبينا الميه بملح. اما شوف يعني يا جماعه، ويا رب يكون ملحوظه يا جماعه، الدود اللي انتوا شفتوه في التلاجة ده علشان انا سبت بيتي، ما كنتش موجوده في البيت والكهرباء قطعت الله اعلم اسبوع ولا قد ايه، ولا 3-4 ايام، جيت لقيت المنظر ده. لكن الدود اللي انا بشوفه في الشقه، الدود اللي هو الاحمر او البرتقاني ده، انا ببقى موجوده والكهرباء شغاله ومنضفه وقاعده وتمام، مفيش اي حاجه في بيتي وبلاقي الدود ده. فانا حابه اعرفكم بس ان الدود ده اللي هو بتاع التلاجة ده عشان انا ما كنتش موجوده والكهرباء قطعت، ومن الحر بقى والحاجه اللي فيه عملت الدود ده. لكن الدود الاحمر او اللي هو البرتقاني اللي انا بشوفه في الشقه ده مش عارفه ده ايه بصراحه يعني، ومش اول مره ان انا اشوفه، دي كذا مره. فمش عارفه يا جماعه، حد يدليني يقول الدود ده ايه، الدود الاحمر ده ايه والبرتقاني ده ايه.